مساء الخير. النهارده هنعمل مع بعض الكابتشينو بطريقه سهله وما بتاخدش وقت. ممكن تعمليها بالمضرب، تعمليها في الازازه، تعمليها بالويسك، براحتك. طبعا المعيار هيبقى ثابت، هنستخدم الربع. هناخد ربع نسكافيه، ربع حليب، ربع سكر، وهنضربهم مع بعض كويس جدا بالمضرب لغايه لما يوصل معانا بالشكل ده كده. هيبقى فوم كده. طبعا بتحتفظي بيه في التلاجة، يقعد معاكي اسبوع. عايز تحطيه في التلاجة في الفريزر، مدته اسبوع بالظبط. طريقة سهلة ما بتاخدش وقت، زي ما قلتلك تعمليه بالمضرب الكهربي او بالويسك، او تحطي في الازازة وترجيها جامد، هيطلع معاكي بالشكل دوت. بس طبعا الاسرع ان انت تستخدمي المضرب الكهربائي. شايفين القوام بتاعه عامل ازاي؟ تحفة. تعالوا نجرب شوية مع بعض. عندي كوباية، احط فيها معلقة من رغوة النسكافيه، دي كابتشينو، رغوة الكابتشينو. بعدين هضيف لها الحليب الدافي، جميلة دي. الناس بقى بتحب الايه، النسكافيه. الكابتشينو جاهز اهو يا جماعة. تحفة تحفة تحفة. جربوها وقولي لي ايه رأيك في التعليقات. مع السلامة.